هادو اهم دبلومات اللي عليهم طالب في سوق الشغل في اسبانيا، وشحال تقدر تخلص على كل دبلوم. اخر الاحصائيات كتقول ان خريجي التكوين المهني او الجرادو سيبيريور هما اكثر الناس اللي كيلقاو خدمه، وهادو اكثر مجالات اللي عليهم طلب في سوق الشغل. وغنبداو باول مجال هو مجال الصحه، وكيتعتبر هذا المجال مستقر وفيه بزاف ديال الدبلومات اللي في الغالب كتخدم بهم في المستشفيات وفي المختبرات، وكيوصل الثمن ما بين 1200 حتى 1700 اورو. والمجال الثاني هو المجال ايبينتوس كوميرسيال، يعني الناس اللي كيبيعوا في مراكز تجاريه، وكيوصل الثمن ما بين 1100 حتى 1600 اورو. والمجال الثالث هو اسيستانسيا انفورماسيون توريستيكا، واللي هو الارشاد السياحي، وكيبدا الصالير ديالو ما بين 900 اورو حتى 1700. المجال الرابع هو مجال كوميرسيو اي ماركتينغ، وهذا الدومين عليه اقبال كبير في السنين الاخيره مع التطور التكنولوجي، وكيتراوح الثمن ما بين 900 حتى 1300 اورو. المجال الخامس هو مجال ادمينستراسيون اي خيستيون، وهذا الدومين عنده علاقه باداره الشركات، وكيتراوح الثمن في البدايه ما بين 900 حتى 1300 اورو. المجال السادس والاخير هو مجال انفورماتيكا، وكيبدا من 1200 حتى